بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. كل سنة وانتم طيبين. النهارده اول يوم رمضان. كان سحورنا كده زي ما انتم شايفين بسيط جدا، فول وفلافل وجبنة قريش وبطاطس محمرة وزبادي، بس كنت لسه محطتش الزبادي. اول يوم بقى كده قلت اعمل حاجة ايه للولاد عاوزينها يعني، فعملت لهم كده رقاق. هنا هنعصج اللحمة زي ما انتم شايفين معايا. اللحمة كده هعصجها و حط لها بقى بهاراتها والبصل وكده، وهنعمل رقاق ومحشي ورق عنب. وهنعمل كمان فراخ وبط. اللي عايز بقى ياكل فراخ ياكل، واللي عايز ايه ياكل بط. انا عملت من كل حاجة نص كده عشان ما نعملش كتير يعني، عشان انا بعمل في رمضان اليوم بيومه يعني، ما بحبش حاجة تتبقى تاني يوم لان محدش بياكلها. فعملت كده نص بطة وعملت نص فرخة عشان ولادي مش بيحبوا الفراخ. فعصقت كده اللحمة وحطيت البهارات ملح وفلفل وقرفة وبهارات لحمة، وسبتها تتعصق كده. واحنا كلنا شاطرين وبنعرف نعمله العصاج. وهنعمل بقى ايه زي ما قلت لكم كده. طلعت نص فرخه صدر وورك، كنت متبلاهم قبلها يعني بفتره، كانت في الفريزر متبله. قطعت تحتها كده شويه بطاطس، وقلت ايه ازود لها بهاراتها ويحط لها صلصه علشان البطاطس. بس كده حطيتها كده في صينيه صغيره، وقلت ايه اولع عليها. وكمان دهنت كده وشها بالصلصة علشان لما تدخل الفرن تتحمر تاخد لون حلو. شوية زيت وهغطيها كده. وكده خلصنا أول حاجة. وكنت عملت عصير مانجا، وكمان جبنة بقى تمر هندي وكده وصوبيا. فنقلت كده الصينية ورا، وهعمل هنا آه، هسلق البط عشان اخد الشوربة بتاعته، اعمل منها المحشي وهعمل منها كمان الرقاق. حطيت كده معلقة من السمنة البلدي وحبهان ومستكة وورق لورا وكبابة صيني. وحطيت طماطمية صغيرة كده وبصلاية وهشوحها، وبعد كده هنزل بالبط. كنت غسلاه ونقعاه من قبلها وزي الفل. فحطيت كده وهسلقها بقى عشان تطلع كده ايه شوربتها حلوة كده، ونعمل منها المحشي والرقاق. طبعا كل الشعب المصري بياكل في اول يوم رمضان محشي ورقاق وبط، ده اساسي يعني. فقلت كده نعمل بقى من كل حاجة، اللي بيحب حاجة اعملها له. نزلت كده بالمية السخنة وهسيبها بقى كده، مش هحط لها ملح ولا فلفل لحد ما تستوي خالص، وبعد كده هحط لها الملح والفلفل. زي ما انتم شايفين كده اكل بسيط خالص ومفهوش اي حاجة. قلت بقى كده اعمل قطايف. معايا هنا كوبايتين دقيق، رشة ملح، معلقة من السكر كبيرة، ومعلقة من الخميرة كبيرة برضو، ومية كوبايتين مية. كوبايتين الدقيق عليهم كوبايتين الا ربع مية، بتطلع مظبوطة جدا مفيهاش اي غلطة بصراحة. بعملها دايما كده. ولو عندك معلقتين لبن بودرة حطيها، ما عندكيش برضو مش مهم. فانا هعملها كده. هو المفروض احطها في الخلاط، بس أنا بصراحه قلت اعملها بالهاند بلندر، حاجه كده بسرعه سريعه. وعملتها في الدورق ده علشان اصب منها على طول على الطاسه. عملتها معاكم قبل كده وهنزل لكم بالوصفه برضو لو عايزينها، بس انا النهارده ما جبتهاش. بس بتطلع حلوه جدا زي ما انتم شايفين كده. ضربتها كويس وهغطيها واركنها على جنب ترتاح، مش تخمر، ترتاح شويه. بعد كده هشتغل فيها على طول. بس كده الكمية دي بتطلع كيلو من القطايف. اهو زي ما انتوا شايفين بتطلع كده قوامها جميل جدا وبتطلع حلوة جدا. زي ما انتوا شايفين كده هغطيها واركنها بقى ايه على جنب ترتاح. هنا بقى كان عندي تخديعة المحشي، فكانت عندي في الفريزر بقى لها فترة يعني. فطلعت كده وحطيت عليها الرز وهزودتها خضرة. كنت مطلعه كيس من الكرنب، بس بصراحة ولادي بعد ما عملت كده صف كده من الكرنب قالوا لي لا عايزين ورق عنب، فعملت لهم ورق عنب. فحطيت كده الرز غسلته وهقلب كده، ولو محتاجة الصلصة هزود صلصة، ومحتاجة خضرة هزود خضرة. وزي ما قلت لكم كده مطلعه كيس من الكرنب. مش هعمله كله طبعا، هعمل كده صف ولا صفين منه، وبعد كده هعمل
الورق العنب. حطيت كده شوية من الزيت وهقلب، وبعد كده هقعد بقى احشي ورق العنب عشان هما بيحبوه. وزي ما انتوا شايفين كده خلصته، هحط له بقى كده واحدة من المرقة، وهسقيه بالشوربة بتاعة البط اللي احنا سلقناها. بس كده مفيش اسهل من كده. احط بقى كده الشوربة على قد ال المحشي، يعني ما نكترش شوربة عشان ما يطلعش منك معجن، بتخليه على قبل اخر صف. بس كده اخدت كده المكعب المرق، دوبته كده في شوية شوربة سخنين علشان يدوب. وهنا كده كنت عملت القطايف، فجبت كده الزبيب جوز الهند والمكسرات يعني، وشويه من العجوه برضو، التمر اللي هو الطري ده، ولادي بيحبوها بالعجوه، فقلت ايه احشي منها شويه كده، وطلعه جميله زي ما انتم شايفين. وعايزه بقى تعمليها كبيره صغيره اللي هي العصافير دي براحتك، انا بحبها كده وسط، لا كبيره ولا صغيره. طلعه جميله جدا، والكميه زي ما انتم شايفين كتير يعني. كيلو من الكوبايتين عملوا كيلو قطايف. زي ما انتم شايفين كده هنحشي بقى كله وهنحمرها. وعملت لهم بقى اليوم ده كمان خشاف، قطعت كده الجراصية ومشمشية وتين وكمان زبيب وتمر وقمر الدين. بس كده نعمل بقى كده على قدنا زي ما انتوا شايفين بقى الظروف الغلا اللي احنا فيه، فاعملي بقى اليوم بيومه كده، وما تكتريش في الاكل عشان مفيش حاجه ترميها او حاجه. وطبعا ما تنسيش كده طبق زياده يروح بقى كده ايه لصاحب نصيبه. جبت كده الرقاق والصينيه كده، وحطيت الشوربه بتاعه البط اللي احنا سلقناها، خدت منها كده شويه، وقلت ايه بقى اعمل بها صينيه رقاق. لازم طبعا الرقاق كده يتسقى بشوربه. فهعمل بقى كده دول 9 رقاقات، هحط 5 تحت و4 فوق. هبل بقى كده بالشوربة، عايزاه بقى ناشف شوية، ما تبليش كتير، انا بحبه طري، فبحب كده ابله شوربة كتير. وهرص بقى كده واعمل الرقاق. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم وعلى أسرتكم يا رب. بس كده طبعا انا حاطه في الشوربه معلقتين من السمنه، عشان ما احطش بقى سمنه كل شويه، فحاطه مع الشوربه كده سمنه. انا فضيت كده شويه من الرقاق المكسر ده، قلت يبقى في النص حرام نرميه يعني وكده. وهنزل باللحمه اهو، ده ربع كيلو لحمه بيعمل صينيه حلوه جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. هفرد بقى كده اللحمة، وبعد كده نحط الرق التاني، وبعد كده نقطعه ونحط معلقتين سمنة فوق الوش، وبعد كده ندخله الفرن. او كان غدا النهاردة بسيط، وعملت كميات بسيطة علشان ما يبقاش حاجة كتيرة وتفضل لتاني يوم. اهو نحط بقى كده الباقي. انا الرقاق ده شارياه، بس عادي ساعات بعمله في البيت بيبقى زي ده بالظبط، فده اشتريته كده قلت حاجة سريعة، بس انا بحب اعمله في البيت بيبقى حلو برضه، بيبقى كمان كبير عن كده شوية، يعني بيبقى على قد الصينية. حط بقى كده شوربة علشان يبقى طري اهو. هنقطعه بقى كده، ولازم يخش الفرن متقطع عشان يبقى سهل عليكي في التقطيع بعد كده اهو. هاتين بقى كده زي ما انتوا شايفين بمعلقة من السمنة، وبعد كده هقطعه وادخله الفرن على طول. وكان كده فطارنا جاهز، ما اخدش وقت خالص زي ما انتوا شايفين. ادي المحشي كده ورق العنب، وادي العصير، وحطيت شوربة كمان، وشوية دول من ورق العنب والكرنب ده كان هو اللي عملتهم. والرقاق، وادي الفراخ اتحمرت، والبطاطس والبط حمرته كمان في الفرن، والخشاف.
ومخلل. ده كان فطارنا كده، حاجة بسيطة تعرفوا تفضلوا معانا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وده كان فطارنا أول يوم رمضان. زي ما انتم شايفين حاجة كده بسيطة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.